السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات روتين كده في المطبخ. حبيت ان انا اشاركه معاكم عشان نشجع كده مع بعضينا. وكمان انا بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات، فحابة ان انا ابدأ ان انا ارجع يعني كده واصور واشارك معاكم الفيديوهات بتاعتي او يومياتي يعني وكده. فهنا الفيديو بتاع النهارده هعمل معاكم، هروج معاكم كده ضرفة الخزين يعني، واشوف الحاجات الناقصة وايه الحاجات اللي موجودة عندي وكده يعني، عشان لما اجي اشتري حاجة بعرف ايه اللي عندي وايه اللي ناقص. فانا جبت كده العلب البلاستيك بتاعتي اللي انا بحط فيها المكرونة والرز والشعرية والحاجات دي كلها، طبعا غسلاها ومنضفاها زي الفل. هنا كان عندي مكرونة كده اللي هي رفيعة خالص الصغيرة خالص ديت. كان عندي كده كيسين يعني. كل كيس كان فيه حوالي مثلا كيلو كده او اقل. فهنا كده فضيتهم كلهم على بعضهم في علبة كده صغيرة. وجبت العلبة التانية اللي هي اكبر منها، حطيت فيها المكرونة اللي هي المكرونة الكوع. ديت اكتر مكرونة احنا بنحبها في التحمير يعني وكده. فبرضو حطيتها كده على بعضيها. كان عندي برضو شوية في علبة وشوية في شنطة يعني كده لوحديهم، يعني اللي في الشنطة دول كانوا برضو حوالي كيلو. لكن اللي كانوا في العلبة البلاستيك اللي انتوا شايفينها الصغيرة ديت، لا يعني كانوا حلوين، كانوا حبة حلوين. فانا قلت احطهم كده على بعضيهم. طبعا انا عارفة هي المكرونة يعني مش ما بجالهاش كتير عندي ولا حاجة، بس يعني لو عندي شوية مثلا شاريهم لسه شارياهم، وعندي شوية كمان مثلا من الشهر اللي فات، فبحط اللي انا اللي شارياه بحطه في العلبة من تحت. وشوية اللي كانوا عندي مثلا من الشهر اللي فات بحطهم كده من على الوش، عشان لما اجي استخدم اللي هو القديم الاول. بس كده حطيتهم كده برضو في علبة كبيرة، وفضيتهم كده على بعض وقفلت العلبة بتاعتي كويس. العلب ديت يا بنات كويسة، وبتشيل برضو كميات محترمة يعني. هو الطقم انا كنت شاريه من سنين يعني عندي. بس بصراحة نفعني في الرز وفي المكرونة والحاجات اللي هي الكتيرة اللي بتبقى كميتها كبيرة، يعني مثلا 5 كيلو او 7 كيلو كده، يعني بتشيل معايا حبة حلوين. بس فضيت كده المكرونة في العلب ديت، وحطيت كمان كان عندي شوية فول، انا لسه ما اشتريتش حاجة خالص. برضو حطيتهم في العلبة ديت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا ديت العلبة ديت كانت في المطبخ، كان فيها شوية دقيق يعني وكده، برضو مخليها طبعا من ضمن الخزين يعني وكده، فبخليه مع الرز والمكرونة والشعرية والحاجات دي. يعني مفيش حاجة اصلا فيها ريحة، كله كده شغال مع بعضي. بس كده قرصتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا حطيتهم في الضرفة بتاعة المطبخ، والضرفة ديت حاطة فيها على الرف بتاعها، حاطة فيه كرتون، بحيث عشان لو حطيت سمنة حطيت زيت مفيش حاجة تبجح كده في الرف بتاعي يعني وكده، حماية يعني. فبما ان انا حاطة كرتون، فحاطة في الرف كله، وعشان لما ارص الحاجات كلها تبقى كلها جنب بعضها كده وتكون نظيفة، يعني النظافة بتاعتي تكون نظيفة وكده. هنا جبت كده علبة السمنة بتاعتي، حط كان فيها شوية برضو مش كتار. فقلت هي عاملة لي زحمة في الضرفة وكده، وشكلها كبير. فانا رحت فكيتها، ورحت جبت كده علبة بلاستيك صغيرة، ورحت فضيت كمية السمنة اللي انا فكيتها، بحيث ان هي متاخدش مساحة، وفي نفس الوقت هم اساسا كمية مش كبيرة. بس كده فرحت فضيتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينها، فكيتها بس يعني خليت السمنة بتاعتي تفك عشان خاطر الجو برد. فعشان كده السمنة بتكون جامدة شوية. لكن لو في الصيف مش هتحتاج ان انا احطها على النار اصلا، يعني هتكون اصلا هي فكة لوحديها سايحة لوحديها. هنا بقى كان معايا شوية قهوة. القهوة دي اللي بتتعمل في الافراح يعني وكده. انا مش عارفه نوعها يعني وكده. كانت شويه كده كانت عطيهم لي اختي يعني، فجبتهم كده. كان معايا علبتين، فحسيت ان العلبه الاولانيه ديت لقيتها صغيره مش هتشيلهم، فرحت حطيتهم في العلبه اللي هي بتاعه الحلاوه. قلت عشان ما اقعدش اعمل علبتين يعني صغيرين وكده، لا هي علبه واحده وخلصنا على كده. فضيت كميه القهوه كلها في العلبه، وغطيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بعد ما خلصت كل ده، وطبعا روقت المطبخ عشان كان فيه اكياس مرميه في الارض وحاجات كده كتير.
وكان عندي كمان شويه مواعين كانوا عايزين يتغسلوا، غسلتهم، بس طبعا ما حبيتش ان انا اطول في الفيديو بتاعه كده على الفاضي. بس شطبت المطبخ بتاعي. بعد كده عملت الغدا عملت مكرونه، حمرت مكرونه وعملت صينيه بطاطس بالفراخ. وكان عندي هنا كده طاجن رز معمر من امبارح، يعني كان بايت عنده كده، سخنته مع طبعا كنت مشغله الفرن، حاطه صينيه البطاطس، فدخلت كمان الطاجن دوت يسخن مع صينيه البطاطس وكده. بس هو اخد لون زياده عشان خاطر لما هو اصلا كان بايت من عنده كده، يعني كان بايت من